السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اللي تحت الفيديو علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. وصلي على النبي في الكومنتات. شايفين يا بنات؟ النهارده كان يوم الخميس اللي انا نزلت لكم الفيديو فيه. انا صورته لكم الصبح. الجو كان قالب خالص، يعني انا صورت لكم الفيديو ده كانت الساعة 1 بعد الظهر بحوالي ساعة. الجو ما كانش باين له ملامح، وكان يعني انا مش عارفه ازاي لحد الظهر الشبوره نازله وشبوره لونها اصفر، وتطلعي بره ما انتيش عارفه تتنفسي ولا، يعني كان في رطوبه. يعني سبحانك انت يا رب وسبحان مغير الاحوال. المهم انا صحيت النهارده. طبعا قالوا اجازه، مفيش مدارس ومفيش حاجه، وبرضه زوجي ما راحش المدرسه لشغله وكده. فانا طبعا صحينا على الساعه 10 كده. انا الحمد لله بنقوم نصلي الفجر، فبقوم براحتي بقى يا بنات طالما مفيش مدارس والولاد مش بيصحى اعمل لهم سندوتشات وكده. بقوم براحتي. فقمنا على الساعه 10. جهزت الفطار، كنت مدمسه فول ولسه ان شاء الله هبقى انزل لكم الفيديو بتاعه. وعامله طعميه وكده. المهم عملت ايه؟ فطار شعبي من اللي قلبكم يحبه. وبعد كده رحت مروقه الصاله ترتيب، ترويقه سريعه. بحيث رتبتها ونظمتها كده. هو الجو بره مش مشجع، بس طبعا ما ينفعش ان احنا هنقعد في مكان مكركب او في حاجه. فظبطت الصالة كده وهندمتها. وبرضو الأوض رتبت السراير، ولو في مثلا ملابس عايزة تتحط في سبت الغسيل حطيتها فيه. بس أنا ما غسلتش النهاردة لان الجو يا بنات يعني انا مش عارفه، ممكن تمطر لانها كانت طول الليل بتمطر. فما رضيتش اغسل ولا اي اشغل الغساله خالص. هنا بقى بعد ما خلصت بقى الصاله وصورت لكم الفيو. كانت الساعه 1 دخلت بقى روقت المطبخ وظبطت الدنيا. غسلت المواعين وعملت وغسلت المطبخ البوتاجاز سوري. وايه وفضيت الحوض خالص كده من مواعين. المهم لقيت الستانلس بتاع الحوض ده لونه مصفر كده. فانتي لو عندك الحوض نفس النوعيه دي، ده الحوض اللي متركب في الاسكان، هو مش احسن حاجه طبعا. بس انا لما بلاقيه كده لونه مصفر ومهما اغسله بالسلكه الناعمه مش بيديني لون لامع ولا كده. تروحي جايبه شويه كلور اللي هو السائل العادي اللي هو السايب اللي بيتباع عنده بتاع المنظفات. حطيت منه شويه يا بنات، ورحت حاطه شويه بريل بتاع المواعين. وشوفوا بقى بيلمع ازاي ولونه ابيض وبقى زي الفل. حتى انت لو لاحظوا الميه وانا بعد ما حطيت الكلور وانا بغسله اصفرت خالص. المهم بقى كنت انا خلاص بعد كده بعد ما خلصت الحوض شلت المشاية اللي في الارض، خدتها ونفضتها في البلكونه وسبتها على سور البلكونه تتهوى، وكنست الارضيه بتاعه المطبخ. وكده المطبخ معايا بقى على سنجة 10. هنا بقى الفول انا عملته امبارح. بس انا لسه ما نزلتش لكم الفيديو بتاعه. وعبيته في برطمانات كده يا بنات وهو سخن، علشان خاطر بعد كده الغطا لما يعني بعبيه سخن واقفله بالغطا وهو سخن. فايه يحبس بقى الحرارة فيه، فيروح الغطا نازل لتحت فيحافظ عليه. يعني شافت الهواء اللي موجود فيه زي البرطمانات اللي بتتباع جاهزة. حتى تيجي تفتحي البرطمان تلاقيه بيدي تكة معاكي كده. فده تقعدي تسيبيه في التلاجة من تحت لو شهرين مش هيجراله حاجة. المهم هنا نضفت المطبخ زي ما انتوا شايفين وظبطته. وبعد كده رحت لابسه ونازله على طول، رحت جبت التموين بتاعي. احنا يا بنات انا بجيب تموين لاربع افراد الحمد لله اللهم بارك. صراحة بيفرق معانا. جبت 4 ازايز زيت وجبت 5 اكياس سكر. كان عايز يديني 4 اكياس سكر ويديني مكرونة وصابون وكده، بس مش يعني ما كانوش حلوين. فانا اصريت عليه ان هو يديني الكيلو الخامس ده وربنا هداهولي. وازازة الزيت دي خدت منها شوية علشان خاطر ايه حطيتها كنت عايزة اقلي بطاطس. رحت واخدة منها حبة. انا ما بحبش اجيب التموين في اول يوم علشان خاطر بيبقى زحمه. لما بكون مضطره ليه او محتاجاه بنزل تاني يوم اجيبه. فانا نزلت النهارده جبته، وجبت معايا كمان سمك بوري. وجبت جرجير وجبت خيار وجبت الحاجات اللي انا ايه على قد اللي انا هحتاجه بس في الغدا بتاع النهارده. وان شاء الله هنزل بكره السوق واجيب بقية طلباتي كلها باذن الله.
المهم هنا جبت السمك وبدات انا مش هفتحه، هعمله كده زي ما مقفول زي ما هو. البوري بيبقى نضيف من جوه يا بنات. انا دايما بفتحه، بس انا ايه بقى كمني نزلت وكده ومفيش وقت، قلت انا هعمله كده مش هفتحه. المهم بروح منضفه الخياشيم، يعني شايفين السواد يعني السمار اللي موجود في الحوض ده نازل منه والله من الخياشيم يا بنات. بروح جايه فاتحاه كده الخياشيم، وهو الحاجات دي بتنزل منه وخلاص على كده وتمام. برضو انا كنت جايبه كيلو ونص، عامل ست سمكات. حطيت الاتنين اللي في الدورق دول اكبر اتنين، غسلتهم برضو بنفس الطريقه. غسلت الخياشيم وراس السمكيه لتحت عشان ما يخشش في بطنها ميه، ورحت جايه موقفاها كده في الدورق علشان خاطر ان شاء الله باذن الله هعمله فسيخ. وبرضو طريقته هصورها بالتفصيل معاكم ممكن في الفيديو الجاي باذن الله. هنا بقى بعد ما خلصت السمك رحت جايه قلت خلاص جبت شويه رده. الردة دي يا بنات بجيبها من عند العطار، بقول له انا عايزه ردة لشوي السمك. هو بيبقى عارف وبيديها لي. هي شوي السمك بيبقى لها نوع معين كده، بتبقى مش عليها دقيق خالص، بتبقى خشنه، لونها محمر كده زي ما انتوا شايفين. المهم بدرت السمك كله بالردة. وهنا بقى يا بنات شغلت، كان الفرن انا اصلا كنت مشغلاه يعني بشغله يسخن. الصاجة اللي بتاعت الفرن اصلا بتبقى تحت دي اللي هي بيبقى فيها فتحة، انا شايلاها خالص عشان خاطر احافظ عليها مش هبهدلها. ودي الصاجة اللي بتبقى في نص الفرن، بروح غسلاها وحطاها واسيبها تسخن كويس، واروح رص ايه السمك كده. لو انا هعمل سمك بوري ما بدهنش الصاجة دي زيت. طب لو انا هعمل سمك بلطي، الصاجة دي بعد ما بتسخن بروح رشها رشة زيت كده بالفرشة، واروح جايه ايه حاطه السمك عشان خاطر ما يلزقش مني. انما السمك البوري اصلا بينزل دسم، وانا هوريكم دلوقتي في الفيديو برضو بينزل دسم كتير قوي يا بنات، فعشان كده ما بحطش زيت. هو كده كده ما بسبب دسم وما بيلزقش. المهم هنا بروح حاطه على كل ناحيه بسيبها حوالي 4 5 دقايق. النار بتبقى من عاليه لمتوسطه عشان ما يلزقش منك. وابدا اقلبه كده الناحيه اللي تاخد لون، خلاص ابدا اقلبها واجيبه بعد كده اقلبه على ظهره وارجع اوقفه على بطنه، وافضل اقلب فيه. وهو يا بنات انا يعني ما بياخدش منك وقت وانت بتشويه. هو اي نعم بيطلع دخنه بقى وممكن يعني بتقلب ريحة الشقة، بس انا عندي بفتح بقى بفتح باب الشقة لانه، وبفتح باب البلكونة والكلام ده. وبعد كده شايفين الدسم يا بنات اللي نازل منه، والله انا ما حطيت له نقطة زيت. هو ما شاء الله دسم وجميل. هنا بقى التتبيله بتاعت السمك، جبت توم وطماطم وفلفل، وتبلته بقى بكزبره ناشفه وبفلفل اسود، وملحته وعصرت عليه ليمون وحطيت له خل، وادي معلقه شطه صغيره عشان خاطر ما كانش عندي شطه خضراء. وكل ده هاخده في الكبه يا بنات، وهروح فرماه زي ما انتوا شايفين السرعه مفيش احسن من كده. هنا بقى يا بنات وانا بعمل الكلام ده، يعني انا قبل ما ادخل السمك الفرن كنت علقت على الرز، عملته غسلته وحطيته على النار، وشغلت بقى طبعا معايا ولعت على الزيت، وبحمر في البطاطس وبحمر في البتنجان، كله بشتغل كله مع بعض. بس انا ما صورتش كل الحاجات دي معاكم علشان خاطر ما كانش عندي وقت، وعشان خاطر يعني ايه مش عايزه اطول عليكم. يعني كل دي حاجات يعني ايه بسيطه. انا جبت لكم طريقه السمك وشويه علشان خاطر لو ما فيش حد مثلا ما يعرفش، يعني كانش بيعرف يسوي السمك او يشويه في الفرن البوتاجاز ازاي، فانا حبيت ايه اوريكم النقطه دي. كيلو السمك يا بنات دلوقتي عشان خاطر تشويه يعني ايه دول كده عشان تشويهم 35 40 جنيه. تمام. ده غير ان انت مش متأكدة بقى الدقة اللي هو حاططها دي نضيفة، الخضر مغسول مش مغسول. انا صراحة بوسوس من الناحية دي. حتى لما بكون سمك هنضفه كده برضو مش ببقى مطمنة. شايفين بقى انا جبت طلبات السلطة وهوب السلطة اتعملت، وبقول لكم مفيش اسرع من كده، مفيش حلاوة اكتر من كده. المهم ايه يا بنات عملت السلطة برضو الحمد لله، وحطيت لها ملحتها. وكان فاضل حوالي ربع ساعة على ما الحاج صاحب البيت يشرفنا ونحط الغدا. كنا خلاص داخلين على المغرب بقى، فقلت هجيب بقى بالمرة الصاج اغسله على طول كده وهو دافي. رحت حاطه له بس شوية بريل، وبالسلكة الخشنة اللي انتوا شايفينها دي دعكته مرة وشطفته. وبعد كده برضه عشان ما يبقاش فيه زفارة خالص ولا ريحة زفارة، رحت ايه غسلاه في السريع. قلت عشان خاطر ما كسلش، عشان خاطر ما تبقاش ريحه الزفاره ماسكه في الشقه. فروحت غسلاه كده وركناه في جنب. وبعد كده ايه والبوتاجاز نفسه بخيته بالبخاخه اللي بيبقى فيها بريل وشويه خل وميه، بروح بخاها بالبخاخه ومسحه كده بالسبونشه وخلاص بيبقى معايا زي الفل.
بحيث ان انا لما اجي بعد كده اشغل بخور ما يبقاش في ريحة اصلا موجودة، ريحة زفارة اصلا موجودة، فانت مهما تحطي بخور هيفضل موجود. هنا بقى الحمد لله اللهم لك الحمد، الاكل كان جاهز وزي الفل. كان يا بنات سبحان الله كان وقتها المغرب بيأذن. عملت طبعا البطاطس وغرفت الرز وعملت طبقين سلطة والسمك والبتنجان، والحمد لله بألف هنا وشفا علينا يا رب. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اختك باللايك، لو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس وصلي على النبي في الكومنتات. المهم بقى يا بنات انا طبعا دخلت صليت المغرب، وبعد كده قلت انا مش هسيب المواعين كده، هغسلهم على طول عشان خاطر تبقى الدنيا رايقة عندي، وعشان خاطر ما يبقاش فيه اي اثر لزفارة السمك نهائي. فالمهم انا كنت جبت من بتاع المنظفات اللتر صابون المره اللي فاتت، وانا كنت قلت لكم كان جايبه حلو قوي اللتر ب5 جنيه. فبعت ابني يجيب لي واحد زيه، لقيته الراجل بيديهوله بيديهوله اللتر ب15 جنيه. ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، انا مش عارفه. بس ده لونه شفاف خالص يا بنات، عامل زي البرسيل اللي هو الكلوركس الجل، لونه شفاف خالص، بس صراحه بيرغي وحلو. قلت خلاص مش مشكلة، لو نوعه حلو ولقيته تمام معايا ما فيش مشكلة. هو عامة اللتر بيقعد معايا مدة يعني حوالي من اسبوع ل10 ايام، لانه زي ما انتوا عارفين انا عندي غسالة اطباق، واوقات كتير يعني بحط فيها بشغلها يعني. بس انا مواعين السمك بالذات ما بحبش احطها في غسالة الاطباق. الغسالة عندي نوعها أريسون 14 فرد، فما شاء الله عليها اللهم بارك، واسعة، فممكن تاخد معايا مواعين يومين، لان انا ما بحطش فيها غير الاطباق اللي زي كده والمعالق والمثلا الكوبايات الازاز، اي حاجة ازاز. انما حلل او طاسات او كده لا ما بحطهاش. تمام. فانا ممكن اشغلها مره او يعني مره او مرتين في الاسبوع، المره دي يعني يومين يعني مواعين يومين. انا طبعا لما باجي احط المواعين اصلا بنزل يعني بحط ميه جاريه كده وانزل الحاجات اللي بتبقى في الاطباق، ما بحطهاش لا فيها بواقي رز ولا فيها حاجه، عشان خاطر احافظ على الغسالة. فمثلا بحطهم في طبق كده وانقعهم وينزل الكلام ده كله، واروح رصهم، فمبيبقاش فيهم حاجه انها تلزق وكده، عشان خاطر هيقعدوا تاني يوم. المهم خلصت المواعين ما خدوش مني 5 دقايق، ورحت جايه بقى غسله الحوض برضو كده ومظبطاه، بحيث ان انا ابقى قاعده وانا مرتاحه نفسيا وضميري مش مأنبني. تمام. ربنا يدينا الصحه ويقوينا كلنا انا وانتوا يا رب، اللهم امين. هنا طبعا بوريكم المطبقيه نصها فاضي، لان اصلا كان فيها حاجات هتترص في الدرج بتاع الاطباق اللي هي البولات الصغيره دي، كنت شايلاها على جنب بقى قبل ما احط المواعين عشان ما تصفيش الميه عليها. وكده كده الرخامه عندي نضيفه، ورحت جايه رصهم بعد كده وظبطت الدنيا، وباقي المواعين اصلا في غسالة الاطباق نضاف، لما بحتاجهم بشد منهم. هنا بقى يا بنات قلت لازم بقى اولع البخور بقى، علشان خاطر اضيع ريحة السمك نهائي. رحت مولعة فحمية كده، ده فحم سريع الاشتعال، بيشتعل بسرعة يعني ما بيكملش دقيقة. والبخور ده ربنا يبارك له، اخويا جايبه لي من السعودية، والله هو والفحم، ربنا يبارك لهم يا رب اخواتي الاتنين. بيجيبوا لنا على طول الفحم من هناك والبخور ده من هناك. انا مش عارفه بصراحه، اعتقد ان كل الكلام ده عاد موجود في مصر برضو. بس اخواتي على طول يعني من ضمن الحاجات اللي بيجيبوها لي الرفيع وكده للحاجات دي، بيجيبوا له البخور والفحم ده. ربنا يبارك في عمرهم يا رب، ويبارك لهم في اولادهم، اللهم امين يا رب العالمين. المهم بقى بخرت المطبخ شوية، ورحت واخدة المبخرة وطالعة على الصالة، علشان خاطر ابخر الصالة والشقة بقى تبقى ريحة، يعني مش عايزة اي اثر خالص ريحة السمك. وصدقوني يا بنات خلاص ريحة شوي السمك في البيت بتروح ومفيش اي مشكلة. هنا بقى ضلمت الدنيا خالص، احنا بنقعد في الصالة على قد مثلا الليد اللي منور ده، او لو التلفزيون مفتوح وخلاص. هنا بقى خلاص دخلنا بقى على فقرة كوبايتين الشاي اللي لازم نحبس بيهم بعد السمك، معروفة سمك يعني بعدها شاي على طول. كان طبعا عدى حوالي نص ساعة وزيادة، عشان ما ينفعش نشرب الشاي بعد السمك بعد الاكل على طول، علشان خاطر جسمنا يستفيد.
انا ان شاء الله باذن الله هحاول انزل لكم الفيديو النهارده روتين الخميس يوم الخميس، ولو ما عرفتش والوقت اتاخر في تحميل الفيديو ان شاء الله باذن الله هنزله لكم يوم الجمعه باذن الله. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ومتشكره جدا على المشاهده، ومع الف سلامه، واشوفكم في الفيديو الجاي.